مثلًا هذا الرمز مثلًا اللي هو telepathy. وعلى فكرة دليل إنه سحر، إنه كان ممنوع نهائيًا نحن نبعت أي طاقة أو أي إجريجور خادم لأي شخص عن بُعد إلا بإذنه. يا الله! يعني ما ابعتش الكينونة أو الخادم من الجن إلا بإذن الله. لازم أحكي معه تليفون أو أبعت له مسج أو شي هيك إنه أنا هلأ بدي أعمل لك علاج عن بُعد، فتقبل. إذا حكى أقبل بيفتح الportal وبيفتح أقبل الباب. يعني كده قبل. أدى قربان. آه. وطبعًا بس أنا عارف كلام مهم جدًا والله، بس كلمة قبالة أصلًا من كده، قبالة من جذر لغوي قبلة، لأن معروف العبرية قريبة من العربي، فالقبالة السحرية اليهودية هي كده، قبلة، اقبل. فأنا لو قُلت أقبل هذا الخادم أو هذه الكينونة، أنا قدّمت القربان، نعم. فالخادم ساعتها هيشتغل معايا. صحيح. مهم جدًا، اتفضلي يا فندم. القبول والتلقي يعني هي. بالضبط، نعم. أيوه ف فكل رمز إله خادم. وهلأ بالمستويات ال4 و5 و6 و7 و8 و9 هادول بيشتغلوا على الخُدّام اللي أعلى. يعني أنت المستويات هي على فكرة مو مستويات قوة أكتر، هي مستويات مين اللي بيساعدك أقوى. يا الله! يعني أنت بتتدرّج، يعني هداك بيكون مثلًا إذا شبّهناها مثلًا بالشرطة، هذا شرطي مثلًا، بعدين بيصير عميد، بعدين بيصير هيك يعني عرفت كيف؟ ترقّي رُتب. يعني. نعم. رُتب فهذا الجني مرتبته أعلى. نعم. حتى يصيروا بالمرتبة ال8 و9 بتصير الرموز متحركة dynamic. هاي الرموز الdynamic بتنادي يعني هاي بنشتغل على بأبعاد، يعني سرعة البرق و الأش ال ال الم وإحنا بنعالج بنقدر إنه ييجوا بسرعة، ييجوا يعالجوا وبحس فيها المريض، وهي بنشتغل عليها لتغيير قال يعني إنه الجينات، ونغيّر ونعالج الكانسر، ونغيّر الأمراض النفسية مثل الOCD والصرع. تغيير وهمي طبعًا، كاذب. طبعًا، لإنه ما في حدا على فكرة اللي صار معه رجع، أو اللي هذا أو وهمي، أو إنه تعالج جسمه بجسمه. يعني هي في كتير حالات إن شاء الله رح نحكي عنها أكتر بالتفصيل، إنه إمّا الجسم عالج حاله بحاله، بتعرف كيف على مَر الوقت الجسم عنده قدرة إنه الشفائية أو بإذن ربنا طبعًا سبحانه وتعالى، أو إنه وهم الplacebo effect كتير يعني أثره كتير كبير. وقاد الشيطان يشتغل، ما هو برضه إحنا زي ما سحر قُلنا. التخيل. بالضبط، إحنا الشيطان قُلنا يعني إحنا قُلنا الشيطان ربنا جعل له سلطان على من تولاه، سحر التخيل. إنما سلطانه على الذين يتولونه. أنا في واحد من أشهر المعالجين بالطاقة في العالم الإسلامي ألف عين، ده في دوراته في دبي بيعمل بإيده كده وبيقول للبنت: "جاهزة؟" تقول له: "آه." عملته أنت كده قدّمتِ القبول، قبلت. فبيعمل بإيده كده أنا قدّام عيني والله شايف الدورات دي. البنت عندها صداع رهيب وراسها وجعها جدًا، عمل بإيده كده قال لها كده الضغط بدأ ينزل. طب يا جماعة ده ألِف باء سحر، يعني ده ألِف باء أعمال سحرية تمارس علنًا في العالم الإسلامي. صح. وأنا باحاول باجمّع كلامِك على فكرة عشان برضه بعض الناس أنا لأن أنا كمشاهد باسمع الحلقة، أنا عارف في حاجات المشاهد عايز يفهمها، فأنا سامحيني لو باقاطعِك لا، كتير لا سامحيني بالعكس. في هذا الأمر والله، لأن باحاول أجمّع حاجات. بالعكس بتشكّر. النقطة برضه قُلتيها إن كتاب يُكتب بالإيد وما إلى ذلك، لازم برضه وأنتم أستاذتنا في هذا الباب إن الوحي وحيين، لأن الشيطان بيحاول يتشبّه بالله من ساعة ما طُرد من الجنة، من ساعة الطرد من الجنة، بيحاول يتشبّه بالله، عمل عرشه على الماء، جعل لنفسه طبعًا كلّه بإذن الله عز وجل، يقدر إن هو يوحي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فالشيطان ليه وحي في الإنسان. طَب كيف أفرّق؟ هم نفسهم أهل الغُنوص ريّحونا، قالوا: يا إخوانا الوحي وحيين، في وحي إيزوتريك، وحي داخلي، خاطر داخلي بهذه الأفكار، وفي وحي خارجي، ده مش بتاعنا إحنا خالص ده، إن هو بيأتي على الأنبياء، ده وحي خارجي في النور، ما فيهوش بقى الخفاء والظِل والحاجات لأ، ده وحي خارجي في النور، يوحي الله إلى أنبيائه عبر هذا الوحي، وحي ظاهري، خارجي، في النور، مدعوم ببراهين على صحة الرسالة، ومعجزات تخرق النواميس، علشان برضه المشاهد أنا عارف في أسئلة في ذهن المشاهد، فأنا باحاول ألمّها له يعني لأن بعض الناس يقول كده الشيطان ليه قدرة، قدرة بقدر. الفرق بين الساحر والنبي أو الذي له قدرات زي ما حضرتك ذكرتِ ترسلي خادم إذا قبل أو ما إلى ذلك، إن الشيطان مهما أوتي من قوة لن يكسر ناموس كوني واحد، يستحيل يكسره،
سحر تخييل أو تأثير في إطار كوني، في إطار ناموس الكون. لكن شرط المعجزة العكس، شرط المعجزة إن هي تكسر ناموس كوني، وإلا ما كانت معجزة. يعني فرق السحر والنبوة أن الساحر كله في إطار التخييل واللعب في إطار نواميس كونية، لكن المعجزة تكسر ناموس كوني، تخرق الناموس.